كيش بقي وكارف سر بكذا وكارف آزاد كيش بقول سرقاتي بيجي بجنا آزاد كري جواكا آزاد كريا جنا كقومال باتا كردا آزاد كري بي معناه هنا كجواك جبي آزاد بيج بروي كنشقاسي سرقاتي رولا جنيه هشت كيش بكذا وشقاسي دور دا جنيه واهتمام شما بجنيه كر حتى إنه جن هاتا وهاتن جبر وقلك تشت وقلك قدرات الجنيه ديتن آلية يك نومينات وأمنها مدن هالسروقاتيا قد رجع باي السوري دتيم مشاهدن خلال مجلس هذا سروق وهالسروقاتي تيم مشاهدن سيستم كا نوجن هاتا وهاتن جنيه قيرت قادة عسكري ده نشرت كنجن هاتا وهاتن جنيه دبلوماسي إيجو مجال السياسي دتنا كاراني ورولا خليزن غرق حوالي ما إيجو شهيد كتن آلية سياسي دجي آلية عسكري دجي أو جي نتيجة إثبات كرن وكجن جبروي كجي ندوام تثبيت كي وإيجو سواج هذش بوي في مجالها هناك أمجد في موضوع جي ندر كبر الجن وسروقاتي أمكار من برسل كلام قاسي خوشبونا وبدوية بوهاري أم وتبع سلاف دكن وخيرهاتنا ودكن. أيتها الرفيقات، أهلا بكم عطرا فواحا ينسر شذاه في كل الأرجاء، وبكل العطور يتعطر سرورا وفرحا لهذا الحضور، وكلنا أمل بأن نتعرف أكثر ماذا يعني المرأة بالنسبة للقائد. يقول القائد عبد الله أوجلان أن المرأة جزء لا يتجزأ من الحياة، وهي جزء لم يتجزأ من الحياة، فعندما نقول المرأة فهذا يعني الحياة. لا ينبغي اعتبار المرأة كمادة فقط، يجب أن ينظروا إليها كأداة فاعلة وموهوبة، وهذا يعني أن القائد أوجلان يريد منا ألا نطور الحل في شخص المرأة فقط، بل نسعى جاهدين من خلال شخص المرأة تطوير المجتمع بأسره، وأن حرية المجتمع لا تتحقق إلا من خلال حرية المرأة. وجعل القائد للمرأة فكرا ورأي وإيديولوجية وحرية، ومن ناحية أخرى جعل للمرأة مؤسسات مستقلة، وهذا الأمر هام للغاية، وهذا هو جوهر إرادة المجتمع بأسره. رسخ القائد أوجلان حرية المرأة في جوهرة. هي أول مرة هيك ندوة نحن مساوي ندوة عن وضع المرأة وعلاقة القائد مع المرأة. بالنسبة للمؤتمر التستار، تنظيم المؤتمر في عنا فعاليات وفي عنا تدريب وفي عنا فعاليات على مستوى الشام بشكل عام، وفي عنا ندوات بس ضمن زورابا وادي المشاريع، بس طبعا للركندين وهي المناطق وغير الأشخاص هي أول مرة. نتمنى انه نستمر دائما، لانه في احتياج للمرأة ناخذ الافكار من بعض ونناقش، وفي موضوع وفي كثير مواضيع لازم نحن نعرف، يعني شو فكرك وتفكيرك يعني لازم تكون هيك. بس طبعا في صعوبة، يعني كيف في صعوبة؟ مثلا في كثير الاشخاص خاصة مثلا موضوع المرأة وفكرة المرأة وحرية المرأة مو بس محدد لمكون الواحد، يعني مو بس للكراب، للمسيحيين، لليزيديين، للعرب، لكل المكونات في هاي فكر المرأة. قائد الأبو كمان عمول يعني إذا حررت المرأة الكردية، إذا ما حررت المرأة العربية ما رح حرر المرأة الكردية. إذا حررت المرأة العربية رح حرر المرأة الكردية، إذا حررت المرأة الكردية رح حرر المرأة العربية والسريانية وآسورية، يعني كل مرتبط. قضية المرأة بشكل عام مرتبط مع بعض، مو بس للمكون ومو بس للشخص واحد، بشكل عام. إذا حررت المرأة رح حررت المجتمع. هاي شيء مهم، يعني مشان هالشيء في كثير أشخاص، في مثقفين، في كثير محامين، في كثير أشخاص نحن بنعرف السوريين هون، ونحن كمان سوريين
بس بهيك التجمعات يعني ما عم يحضروا، ما بعرف يعني ايش تفكيرهم، ايش مثلا آرائهم، ايش يعني عم يبعدوا عن هالشيء. ونحن نعرف الوضع المرأة بشكل عام بسوريا والمناطق نحن نعرف. بداية أتوجه بجزيل الشكر لجميع رفيقاتنا في هذه الندوة، وأتجه بجزيل الشكر للقائد العظيم القائد عبد الله أوجلان على فكره، ونحن جميعا طلاب في مدرسته ونحب ودائما نستمر في هذه المدرسة. من أقوال القائد عبد الله أوجلان: الحرية أثمن من الخبز والماء، وكل إيمان بأن كنا ستحققنا تحرر المرأة في الشرق الأوسط. إن المرأة الجريئة والذكية والجميلة تستطيع فتح العالم، ولذلك فأنا أعيش من أجلكن. العنف أي الظلم ضد المرأة. الأم ماذا تعني؟ الأم هي الحياة، لذلك الأم استطاعت أن تدير المجتمع وتقوده في جميع الجوانب الحياة في جو من التعايش السلمي والحب والمساواة بين جميع الأفراد دون حقد أو عداوة. أن الرجل استطاع بدهائه ومكره أن يسلبها ألوهيتها ومكانتها المقدسة ويفرض عليها قيودا كثيرة، حيث بدأ باللجوء إلى أساليب العنف في التعامل مع المرأة لكي يقلل من شأنها وقدراتها في المجتمع، حيث يحرمها من المشاركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي. وسائل العنف ضد المرأة متعددة، فقد يكون عن طريق التهديد أو الاستغلال أو الخداع لإنقاص من إمكانيات المرأة العقلية أو الجسدية، وقد يكون عن طريق إهانة كرامتها أو التقليل من احترامها لذاتها، أي العنف قولا وفعلا. ما هي أسباب العنف ضد المرأة؟ تعتبر المرأة نفسها هي أحد عوامل رئيسية لبغض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليها كردة فعل لذلك، مما يجعل الآخر يأخذ في التمادي أكثر فأكثر.